عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال إن شاء الله. أنا عارف والله إن أنت حاليا بتمر بفترة صعبة جدا، أنت مش عارف تذاكر، بتمر بفترة نفسية قد تكون هي الأسوأ حاليا، اللي هو أنت مش عارف تكمل، مش عارف تشتغل إزاي، حاسس إن أنت ما عندكش أي طاقة إنك تكمل، نفسك تفرح أهلك بس حاسس إن أنت مش هتعرف أو مش قادر تعمل كده. عارف وفاهم ومقدر الكلام ده كله كويس، لأن إحنا مرينا بالكلام ده وعارفينه حرفيا. بس أنا عايز أتكلم معاك كلمتين كده، مش هطول عليك ان شاء الله، بس حطهم حلقه في ودانك. اولا كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجيله رسائل من كل مكان في الدنيا، من كل حدب وصوب، فكانت في بلدان يعني ودول او اماكن ما كانش عندها اللغه العربيه، فكانوا بيبعتوا اللغات او بيبعتوا الرسائل دي بلغات مختلفه على حسب لغات البلد يعني. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لاحد الصحابه عنده يعني: انا عايزك تتعلم لغه اليهود، كانت اللغه السريانيه تحديدا يعني، عايزك تتعلمها عشان خاطر ايه؟ تترجم انت الرسائل دي ونعرف نتواصل معاهم بطريقه افضل وكده يعني. فطبعا استجاب لامر النبي صلى الله عليه وسلم وبدا يتعلم اللغه السريانيه. طبعا اللغه مش سهله تماما، الموضوع فعلا صعب، الموضوع فعلا اللي هو يعني مش سهل خالص. يتعلم اللغه دي في كام يوم؟ تخيل، لغه قوم اتقنها اتقان شبه تام في كام يوم مثلا. واحد يقول لي في سنه او في سنتين، يبقى انت كده عظيم جدا. اتقنها مش اللي هو الابجديه، لا، اتقن اللغه. بص مفاجأة، تعلم اللغة دي في حوالي 13 يوم، أسبوعين، حوالي أسبوعين كان أتقن اللغة السريانية، وكان يستطيع إن هو يترجم أي رسالة جاية للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيه الفكرة في كده؟ هل إمكانيات العقل حينها ساعتها غير دلوقتي؟ هل الخالق خلق في حاجة مش موجودة فينا دلوقتي؟ لا طبعا، الموضوع مختلف تماما. أمال إيه الفكرة في كده؟ فكرة إن أنت هيكون عندك هدف. هو كان عنده هدف إن هو خلاص أنا هعمل الحاجة دي، هعملها، بس حط قدام منه إن هو مفيش حاجة غيرها، اللي هو مش هشتت عقلي، لا هفكر في حاجة هنا، لا هفكر في نتيجة، لا هفكر في أصحاب، لا هفكر في مشاكل، لا أنا هفكر في حاجة واحدة، إن أنا هركز على هدفي. يبقى أنت أول حاجة تحطها قدامك: واحد، أنا عندي هدف هحققه، عندي هدف امشي عليه. طيب سؤال، انا عندي هدف افكر فيه دلوقتي، فيه ولا في النتيجه؟ لا، افكر في الواقع. ايه الواقع؟ حط هدفك في الواقع بتاعك، واللي هو ايه يعني؟ مش فاهم برضو. انت لما تخلي الهدف بتاعك في الواقع دلوقتي هتشتغل على المتاح، واللي هو ان انا اذاكر، ما افكرش حتى في نتيجه، ما افكرش في امتحان، ما افكرش هيحصل فيه ايه، انا اذاكر واجتهد على الاساليب الحديثه الموجوده دلوقتي بس، مش مطلوب منك حاجه تاني. طيب هل كده كفيك يعني؟ كفايه خالص؟ والله كفايه، مش مطلوب منك حاجه تاني. انت باذن الله تعبان، ربنا بيحسب لك تعبك ومشاكلك النفسيه، وعندك مشكله مثلا في بيتك او مع اصحابك او مع اهلك، كل ده بيحسبه ربنا، بيحسب دروسك، بيحسب تعبك النفسي، بيحسب الضغط اللي انت فيه، كل ده ربنا بيحسبه، مش بيروح هباء كده، وباذن الله يجازيك عليه خير اكتر مما تتمنى باذن الله تعالى. يبقى انت بس باختصار شديد خالص مطلوب منك تذاكر على اكبر قدر ممكن، ما تعملش حاجه تاني. انت يعني سؤال، مطلوب منك ايه؟ بس ذاكر بس. مش قادر؟ لا، خلي عندك هدف. لازم تكون انسان مثقف، لازم تكون انسان واعي، لازم تكون انسان عارف انت بتعمل ايه. انا ليه هدف خلاص اتحرك عشانه، ايا كان بقى، خد بالك، ايا كانت الكليه اللي انت هتدخل فيها، والله ايا كانت، خلي عندك هدف ان هو ان انت تكون انسان مثقف، ان انت تكون انسان واعي لنفسك. اصل انت في مصر هنا مثلا دخلت طب، دخلت اي هندسه، دخلت اي كليه، تجاره، زراعه، والله ربنا ما بيكتبش غير الخير، ما تعرفش الخير فين اولا. لكن انت زي ما قلت لك، انت اسعى، ادعي ربنا يسهل لك كل امر عسير باذنه تعالى، هيحقق لك كل احلامك ويفرحك باذن الله. انت بس بلاش تكسل. طيب سؤال، هل الوقت عدى؟ اقسم لك بالله ان انت لسه في الاول، وان انت لو بدات من الصفر حاليا اقسم لك بالله تجيب اعلى مجموع من اعلى واحد كمان. فانت ايه؟ ما تكسلش، قوم من دلوقتي، توكل على الله، ربنا باذن الله يوفقك ويحقق كل احلامك وباذن الله خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.